لما بيكون في شركة بتعمل سماعات بس ما بتعملش أي حاجة تاني، يعني طبيعة شركات الإكسسوار إيه؟ بتعمل سماعات، شواحن، كابلات، باور بانكس وهكذا. لكن أنت بقى لو كتبت على جوجل QCY اللي هي ماركة السماعات اللي معانا النهاردة وفتحت الموقع الرسمي بتاعهم، هتلاقي إن هو عبارة عن موقع سماعات بس، كله سماعات. حتى مش هتلاقي سبيكرز مثلا اللي هي المفروض برضو سماعة، لا هم متخصصين في الايربادز والاوبن ايربادز والهيدفونز. فين لما هتلاقي 4 ساعات سمارت على جنب كده تقريبا بيجربوهم مش اكتر. فالنتيجة الطبيعية لما تكون الشركة مركزة في السماعات بس هتكون ايه؟ هتكون انهم في 2021 مثلا خدوا 3 اكبر شركة سماعات TWS في العالم. احنا معانا النهاردة سماعتين من QCY هنتكلم عنهم، والاتنين موجودين في مصر بالضمان المحلي. بس كالعادة قبل ما نبدأ عايزك تنزل تعمل لايك لأنه بيفرق كتير في انتشار الفيديو، ولو كنت أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. خلينا نبدأ بالسماعة الأرخص واللي ليها استخدامات أكبر. السماعة اسمها أرك بادز لايت وهي من نوع TWS. متوسط سعرها في مصر حوالي 1000 جنيه، لكن أنا لقيتها على موقع نون بسعر 775 جنيه ووصلتني بالضمان المحلي. هسيب لك رابط الشراء تحت الفيديو، واستخدم كود من أكواد الخصم بتاعتنا AA11 أو AA22 علشان السعر ينزل أكتر. نشوف الأول محتويات علبة الأرك بادز لايت، واللي لما تفتحها أول حاجة هتلاقيها هي الكيس طبعا ومعاها السماعتين، وفي ظهر العلبة هتلاقي مقاسات مختلفة للسدادات بحيث تناسب حجم فتحة الودن، وهتلاقي كمان كابل للشحن ودليل مستخدم بيشرح ازاي تشغل السماعة. طبعا أول حاجة هنشوفها هي تصميم السماعة. الكيس وزنها خفيف وحجمها صغير جدا، لو حطيتها جوه ايدك مش هتبان. خامتها من البلاستيك الخفيف، واحنا بنتكلم هنا في الفئة الاقتصادية، فطبيعي كواليتي الخامة مش هيبقى بريميوم أو فخم، لا الخامات مناسبة لسعر السماعة. الغطا محكوم بمغناطيس بحيث ما يفتحش لوحده وبيقفل بسهولة جدا، ممكن بإيد واحدة تقدر تقفله. أما بالنسبة للسماعات نفسها فهو محدد لك الناحية اليمين والناحية الشمال علشان يبقى اتجاه المايك لتحت مش لفوق. كل سماعة فيها مايك واحد، وفيها ليد بينور باللون الأزرق أو الأحمر على حسب السماعة عايزة تقولك إيه. حجم السماعة صغير جدا، هي طبعا بتثبت في الودن عن طريق السدادات، ووزنها خفيف. كل سماعة فيهم 4.2 جرام. السماعة مقاومة للمية بمعيار IPX4، وده كافي إنها تقاوم العرق أو المطر وإنت لابسها، لكنه ما بيسمحش للسماعة إنها تغطس في المية. التحكم في السماعة بيتم عن طريق اللمس، وتقدر تغير وظائف اللمس من تطبيق QCY اللي بتنزله من متجر التطبيقات، وبيخليك تقدر تتحكم في السماعة بشكل كويس جدا. بيعرفك نسبة الشحن في كل سماعة، وبيغير وظائف اللمس على حسب ما انت عايز، وبتظبط منه الصوت كمان بالشكل المناسب ليك وحاجات تانية كتير. وده ياخدنا بقى للنقطة الأهم، وهو الصوت اللي طالع من أرك بادز لايت. الحقيقة الصوت هنا عالي جدا، وكواليتي الصوت ممتازة بالنسبة لسعر السماعة. البيز عالية وبتدب جامد، وتفاصيل الصوت واضحة، ما تحسش انها سماعة اقتصادية. ولكن اللي عجبني اكتر من جودة الصوت هو زمن التأخير او الليتنسي، واللي بيوصل ل 68 من 1000 من الثانية. نصيحتي ليك لما تكون بتتفرج على فيديوهات او بتلعب جيمز، شغل الجيمنج مود في السماعة، واللي هيحسسك ان مفيش تأخير خالص تقريبا، بشكل حقيقي مش كلام وخلاص. هتحس بيها اكتر في الجيمز طبعا. نصيحتي ليك لو عايز سماعة للجيمز في السعر ده، أرك بادز لايت مناسبة جدا. أما بالنسبة للبطارية والشحن، فحجم بطارية الكيس بيخليك تستخدم السماعة لمدة 32 ساعة. السماعة لوحدها بره الكيس بتشتغل 8 ساعات، يعني بتشحنها من الكيس 4 مرات، كل مرة فيهم تشتغل 8 ساعات، وبعدها بطارية الكيس بتفضى. ده طبعا الحد الأقصى، يعني ممكن عدد الساعات يقل على حسب استخدامك ومستوى الصوت عالي ولا واطي وهكذا. مدخل الشحن هنا تايب سي، وهتلاقي ليد في الكيس علشان تعرف منها الشحن خلص ولا لسه. وصلنا للنقطة الأخيرة في أرك بادز لايت، وهي تجربة المكالمات. باختصار، مستوى المايك لو بتتكلم في مكان هادي هيكون معقول وصوتك هيبقى واضح، ولكن هي لا يعتمد عليها لو بتتكلم في مكان دوشة. هنشوف مع بعض دلوقتي تجربة مكالمة في مكان هادي، وبعدها مكالمة في مكان دوشة علشان تقدر تحكم بنفسك. الو، بسم الله الرحمن الرحيم. ده تيست بسماعة QCY أرك بادز لايت. احنا دلوقتي مفيش ضوضاء خالص، يعني الدنيا هادية حواليا وانا بتكلم. الو الو، بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده تيست بنفس السماعة، سماعة QCY أرك بادز لايت، ولكن في ضوضاء يعني متوسطة او فوق المتوسطة.
باختصار اشتري ارك بادز لايت لو عايز صوت عالي بجودة حلوة، واشتريها لو انت جيمر وعايز زمن تأخير قليل بشكل حقيقي. لو هتشتريها الرابط موجود تحت الفيديو، وما تنساش تستخدم كود الخصم. اما دلوقتي بقى فهندخل على الجزء الثاني من الفيديو ونشوف السماعة الهيدفون الجامدة جدا دي. السماعة اسمها H3 Lite. متوسط سعر السماعة في مصر حوالي 2000 جنيه. أرخص سعر لقيته ليها كان في محلات تو بي بسعر 1750 جنيه وبالضمان المحلي. وخد بالك احنا كده في الفئة الاقتصادية. أسعار النوع ده من السماعات بيوصل أرقام أعلى بكتير على حسب إمكانيات كل سماعة طبعا. لما هتفتح علبة H3 Lite واللي شكلها شيك قوي من بره، هتلاقي حجم السماعة صغير بشكل غريب كده يحسسك إن في حاجة غلط، وبتلاقي في ظهر العلبة كابل للشحن مع دليل المستخدم. لما بتطلع السماعة من الكيس بتاعها بقى بتتفاجئ ان شكلها كان صغير جوه العلبة، لانها بتطبق جوه بعضها كده بطريقة روشة جدا. وده هياخدنا نتكلم في جزئية التصميم. H3 Lite سماعة اوفر اير، يعني من النوع اللي بيقفل على ودنك كلها. اخترت اللون الابيض لانه عاجبني وشكله شيك الحقيقة. غير الشكل، السماعة تصميمها انسيابي جدا، وكل جزء من السماعة بيتحرك في كل الاتجاهات بحيث توصل لاكتر درجة ممكنة من الراحة وانت لابسها. الجزء اللي بيقفل على ودنك مصنوع من الفوم الناعم، واحساسه مريح جدا على الجلد. اما بخصوص تشغيل السماعة والتحكم فيها، فبتربطها عن طريق البلوتوث باي جهاز وليكن الموبايل مثلا، وبتتحكم في السماعة من خلال الزراير الموجودة فيها. كل زرار بيعمل اكتر من وظيفة، ولو عايز تغير في الوظائف دي بتقدر تعمل ده برضو عن طريق تطبيق QCY اللي اتكلمنا عنه، وبتعرف منه برضو نسبة الشحن وبتتحكم فيها بشكل اكبر. لكن الجميل في H3 Lite انها مالتي بوينت، يعني بتربط على اكتر من جهاز في نفس الوقت. يعني ممكن مثلا لو رابطها على كمبيوتر او لاب وبتسمع حاجة، تبقى في نفس الوقت مربوطة بموبايلك، بحيث لو جالك مكالمة مثلا توصلك على السماعة، وهكذا. ده غير ان H3 Lite مش بس سماعة بلوتوث، لا هي كمان فيها مدخل 3.5 ملي بتشتغل منه كوايرد هيدفون عادية خالص. نيجي بقى لجزئية مهمة وهي الصوت. وهنا السماعة بتقدم كواليتي حلوة وصوت عالي وبيس قوية بدرايفر حجمه 40 ملي، وهتلاقي فيها برضو الجيمنج مود، واللي بيدي زمن التأخير نفسه بتاع ارك بادز لايت. هيفرق معاك قوي في الفيديوهات، ومش هتحس تقريبا باي تأخير ما بين الصوت والصورة. ولكن في الجيمز حسيت ان ارك بادز كانت اقوى شوية وبتدي زمن تأخير اقل. ولكن الميزة الاساسية اللي بتتسوق بيها H3 Lite هي الاكتيف نويز كانسليشن. السماعة فيها مستويات مختلفة لإلغاء الضوضاء. اعلى واحد فيهم بيفصلك تماما عن العالم اللي حواليك وبيخليك مش سامع حاجة تقريبا. اما بخصوص البطارية والشحن، فبطارية السماعة بتدي زمن تشغيل بيوصل ل 60 ساعة، وبيقل لحد 50 ساعة لو مفعل النويز كانسليشن، وده زمن تشغيل ممتاز. السماعة بتتشحن عن طريق مدخل تايب سي، وبتاخد حوالي ساعتين علشان تشحن من 0 لحد 100%. آخر حاجة معانا في H3 Lite هي تجربة المكالمات، وبرضه هسيبك تحكم عليها بنفسك من خلال تجربتين، مرة في مكان هادي ومرة في مكان فيه ضوضاء. الو بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده تيست بسماعة QCY H3 Lite اللي هي الست الكبيرة. احنا كده في مكان هادي جدا. الو بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده تيست بنفس السماعة، سماعة QCY H3 Lite، ولكن في الضوضاء في الشارع. دي كانت تجربتنا لسماعات اقتصادية من QCY. ودلوقتي بقى عايزك تعمل حاجتين مهمين جدا. اولا تشترك في القناة لو ما كنتش مشترك علشان توصلك كل فيديوهاتنا. تاني حاجة تستخدم اكواد الخصم بتاعتنا لو هتشتري اي حاجة من موقع نون. مستني تعليقاتكم واسئلتكم في الكومنتات. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.